السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حلقة جديدة على القناة. لسه بنتكلم على الترانسكريبشن في الإيوكاريوتكس. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن إيه الفرق ما بين الترانسكريبشن في الإيوكاريوتكس والترانسكريبشن في البروكاريوتكس، أو إيه الحاجات المختلفة في الإيوكاريوتكس ما كناش شفناها قبل كده في البروكاريوتكس. طيب الحلقة دي هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن حاجات كتير قوي. اكتر حلقة هنتكلم فيها عن حاجات كتير مختلفة ليهم علاقة ببعض كلهم، ولكن هم عوامل او فاكتورز مهمة جدا، ولكن هم فاكتورز مختلفة عن بعضهم البعض. هنبدأ واحدة واحدة نتكلم على زي السيس اكتين elements والترانس اكتين elements، ولكن خلينا نبدأ نتكلم على العامل الأهم في عملية الترانسكريبشن، وهو الإنزيم اللي احنا قلنا المرة اللي فاتت إنه في 3 forms of RNA polymerase موجودين في الإيوكاريوتيك، على عكس إن هو one single form في البروكاريوتيك. أولا زي ما قلنا المرة اللي فاتت، خلينا بس نعمل البين إن احنا عندنا 3 forms of RNA polymerase اللي هو بيعمل الترانسكريبشن، ولكن مش مجرد بس ان البروكاريوتيك عندهم one single form والايوكاريوتيك عندهم 3 different forms. لا، هو اصلا السنجل فورم في الايوكاريوتكس is larger and more complex than single form of RNA polymerase in bacteria. الموليكيول نفسه اللي هو RNA polymerase ده اصلا حجمه اكبر واكثر تعقيدا من اللي موجود في البكتيريا. مش بس احنا عندنا عدد فورمز اكتر، لا ده احنا الموليكيول نفسه يعني ايه اكبر، يعني ايه مور كومبلكس. يعني مثلا ال RNA polymerase 2 الموجود في الايوكاريوتيك او موجود في اليست والهيومن، تلاقيه مكون من 12 سب يونت، 12 وحده من وحدات البروتين متكون منها هذا الانزيم. انزيم ضخم جدا جدا، يعني حاجه يعني مش سهله. وعلى الرغم من انه الارنب بوليمريز 1 و 2 و 3 عندهم شير لبعض السب يونتس او بعض البروتين سب يونتس، يعني مش ال 12 اللي موجودين في الارنب بوليمريز 1 مختلفين تماما عن ال 12 اللي موجودين في الارنب بوليمريز 2. لا، في شيرد سب يونتس، في حاجات متشابهه وفي حاجات مختلفه ما بين ال 3 forms of RNA polymerase in eukaryotics. ولكن الترانسكريبتس اللي بيطلعوها مختلفة. بمعنى ايه الترانسكريبتس اللي بيطلعوها مختلفة؟ يعني مثلا تعال نشوف التيبل ده. الفورم اللي هو RNA polymerase 1 تلاقيه بيعمل ترانسكريبشن للR RNA. ايه ده ايه الكلام الحلو ده؟ يعني التلاتة مش بيعملوا نفس الوظيفة، او تلاتة مورلس بيعملوا ترانسكريبشن، بس الترانسكريبتس اللي بيطلعوها مختلفة. الجينات اللي بيعملوا لها ترانسكريبتس مختلفة. خد بالك اصلا بقى الحته دي كمان، ده موجود فين؟ ده مش بيشتغل في اي حته وخلاص، ده بيشتغل في النيوكليوس او النيكيولس اللي هي النويه. يعني ايه النويه؟ في جوه النواه اهي، ادي دي انا هعتبر دي الخليه، وجوه الخليه في النيوكليوس. في حاجه اسمها نيكليولس بقى جوه النواه كده، اسمها النويه. خلينا في الاسم الانجليزي احسن. فادي السيل ممبرين بتاع الخليه، وادي الممبرين بتاع النواه النيكليوس، وادي النيكليولس موجوده جوه النواه. فوظيفته اصلا مختلفه ومكان عمله مختلف. طيب لو رحنا للفورم بتاع الاهم واحد بقى، اللي احنا قلنا ايه ان ده اكتر واحد مهم، وهنقول ليه هو اكتر واحد مهم، لان هو اللي بيعمل ترانسكريبشن للام ار ان ايه. الام ار ان ايه يا جماعه اللي درسناه 1000 مره قبل كده، وقلنا ان هو بيطلع البروتين كودينج، اللي هي الجينات اللي بتطلع بروتينات. الار ان ايه دون، الار ان ايه دون مش هيتحول الى بروتين، الار ان ايه دون هيروح للرايبوسومز، صح؟ ولو شفنا الار ان اي بوليمريز 2 بيطلع الام ار ان ايه اللي هو البروتين كودينج جين، فده
اهم موليكيول فيهم، لان هو اللي بيطلع الجينات اللي بتطلع البروتينات اللي هي اصلا بتكون الريبوسومات، واللي هي بتكون كل حاجه في الخليه، اللي هي اهم شيء في الخليه. وكمان بيطلع الاس ان ار ان اي. واللي ما يعرفش الار ان اي مش مقتصر على الار ار ان اي والام ار ان اي والتي ار ان اي، في انواع كتير جدا 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 من الار ان اي، وهنعرف الفانكشنز بتاعتها خلال هذا الكورس. في الحلقات اللي جايه هنتكلم على قد ايه الموليكيولز دي مهمه وليها وظيفه ليها علاقه بالريجوليشن في الخليه. ده بيشتغل فين؟ بيشتغل في النيوكليوبلازم. فين النيوكليوبلازم دي يا محمد؟ هي المنطقه دي، شايف اللي انا بعمل عليها بالاحمر دي؟ او خلينا نغير اللون. احنا اتفقنا ان دي النواه، واللي جوه دي النيوكليولاس. المنطقه دي هي اللي بيكون اسمها النيوكليوبلازم. اوكي. طيب ال RNA3 بترانسكريبت التي ار ان اي وال 5S RNA، وبيشتغل برضو في النيوكليو بلازم. الجميل برضو انه ال RNA2 دون مش بس بيعمل mRNA وال SNRNA، ده كمان بيعمل اكتر من نوع من ال mRNA زي ال miRNA، وله وظيفة ليها علاقة بالريجوليشن بتاع الترانسكريبشن في الخلية، واللونج نون كودينج RNA اللي هو لونج نون كودينج من اسمه، ودول بيشرحوا في نفس الشابترز او في شابتر 18 و 19 في الخلايا في الكتاب اللي احنا بنشرح منه اللي هو كونسبت اوف جينيتكس. فال RNA polymerase number 2 which is the most important one بيطلع موليكيولز كتيرة، بيطلع موليكيولز مهمة جدا، ولذلك معظم الدراسات اللي تمت على هذا العملية او على هذه العملية الترانسكريبشن تمت على ال RNA polymerase 2، لان احنا ملاحظين ان هو واضح ان هو طالما بيطلع ام ار ان اي يا جماعه يبقى هو التوب يعني. طيب زي ما شفنا انه ال RNA polymerase 1 و 3 بيطلعوا ال tRNA اللي هو بيكون فيه الجيناتيك كود، وال rRNA اللي هو بيروح للريبوسومز في السيتوبلازم، which is ال tRNA وال rRNA مطلوبين في كل الخلية في كل الوقت، لان هم اساسيين في عملية البروتين كودينج او الترانسليشن. بمعنى ايه اللي احنا عايزين نقوله هنا؟ ايه يعني ايه موجودين في كل الخلايا وكل الوقت؟ بمعنى انه مش بيحصل لهم ريجوليشن زي الام ار ان اي. يعني ايه يا محمد؟ يعني مثلا لو دخلت اي خلية، افتح كده اي خلية، هتلاقي انه في عدد معين من التي ار ان اي حاجه و40 مثلا 41 موجودين في كل الخلايا. يعني ايه كل الخلايا؟ يعني لو اتكلمنا ان دي خليه قلب، ودي خليه كلى، ودي خليه دم، ودي خليه ايا كان، ودي خليه ايا كان، لو جيت تبص على التي ار ان اي اللي موجود في الخلايا دي كلها غالبا هتلاقي more or less the same، more or less the same زي بعض. تلاقي ال 41 اللي موجودين هنا، او انا مش فاكر العدد بالظبط، تقريبا كان 41، هم ال 41 اللي موجود هنا، هم ال 41 اللي موجود هنا، وهكذا. نفس الكلام بالنسبه للار ار ان اي. الريبوسومز هي بالمناسبه ويل كونسيرفت موليكيولز محفوظه، لان عمليه الترانسليشن عمليه معقده جدا ولازم تتم بشكل دقيق جدا، وبالتالي هي عمليه الترانسليشن بتتم بنفس الطريقه في كل الخلايا مور ليس، وبالتالي الموليكيولز دي ما فيهاش نسبه ريجوليشن زي الام ار ان اي، لانه زي ما قلنا خليه الكبد، خليه القلب، خليه ما اعرفش ايه، غالبا كلها هتلاقي فيها الريبوسومز، نفس الريبوسومز مور ليس، مع اختلافات بسيطه جدا. التي ار ان اي اللي موجود في كل خليه هو نفس التي ار ان اي، نفس عدد التي ار ان اي، نفس التايبس، نفس الاستراكشر، نفس كل حاجه. ولكن لما تيجي تبص على الام ار ان اي تلاقي انه الاختلاف ما بين خليه الكبد وما يجعلها خليه كبد هو الام ار ان اي.
وخلية القلب، وما يجعلها خلية قلب هو الام ار ان اي. لان الجينات اللي بيحصل لها اكسبريشن للام ار ان اي اللي موجودة في خلية القلب مختلفة عن الجينات اللي بيحصل لها اكسبريشن اللي موجودة في خلية الكبد، مختلفة في خلايا الدم، مختلفة في خلايا أخرى، في خلايا البرين، مختلفة هنا وهنا 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 وهنا. لأن الاختلافات بتيجي من البروتينات اللي هي جاية من الام ار ان اي. وبالتالي هنا بقى الانترودكشن دي كلها عشان نقول الجملة اللي جاية دي، وهي الام ار ان اي على العكس بقى الار ان اي بوليميريز 2 اللي هو بيطلع الام ار ان اي او هو اللي بيطلع بروتين كودينج جينز is highly regulated. بيحصل له ريجوليشن اكتر من ار ان بوليميريز 1 ويحصل له ريجوليشن اكتر من ار ان بوليميريز 3. وبالتالي البروتين كودينج جينز اللي هي غالبا بتكسبريس في different times، ركز بقى، تلاقي انه الجين مش بيكسبريس في كل الوقت، لا بيكسبريس في اوقات معينه لما بيحصل له response to different signals. يحصل حاجه بره الخليه تدخل سيجنال للخليه فيقول لها يا خليه اعملي اكسبريس الجين دون دلوقتي. على العكس من التي ار ان ايه الخليه محتاجاه طول الوقت لان هو عمليه حاجه اساسيه في الخليه، مش بيبقى ريسبونس تو سيجنال، لا هو اصلا التي ار ان ايه موجود على طول في الخليه. يعني الخليه محتاجاه دايما عشان تعمل عمليه الترانسليشن، والار ان ايه موجود في الخليه دايما في كل الوقت وفي كل التايم. ممكن يزيد او ينقص لكن هو موجود دايما. ولكن في استجابات في جينات معينه من ام ار ان ايه او بروتينات معينه الخليه بتبقى محتاجاها دلوقتي حالا، بس مش محتاجاها بعد 5 دقايق، بس مش محتاجاها بعد ربع ساعه. تنتجها وتوقفها، تنتجها وتوقفها بناء على استجابات خارجيه وداخليه في الخليه او في الجسم. بالاضافه الى ان هو and different cell types. يعني ايه different cell types؟ يعني مش كل، زي ما انا لسه شارح، مش كل الخلايا بتكسبريس كل الام ار ان اي، لا طبعا. مش كل الخلايا بتكسبريس كل الجينات، لا طبعا. كل خليه ليها عدد كبير جدا من الجينات مختلفه عن خلايا اخرى، وهي ما يجعلها ليها الصفات بتاعت الخليه بتاعتها. وبالتالي ال RNA polymerase 2 activity بيحصل له regulation اعلى بكتير جدا من اي موليكيول تاني، وبيعتمد على جين باي جين بيزز. يعني كل جين له regulation بشكل معين وبيحصل له response بشكل معين، وبالتالي بيحصل transcription بشكل معين. عشان كده ال RNA polymerase 2 معظم الدراسات اللي اتعملت في الايكاريوتيك كانت معموله عليه لان هو الاكثر اهميه ولا highly regulated. فاينالي عشان نبدا بقى الانترودكشن اللي بتاعت السلايد اللي جايه، وهي ان ال RNA polymerase 2 is dependent on both cis actin regulatory اللي هي cis actin which is sequences و trans actin transcription factor اللي هي بيحصلها بايندنج للدي ان اي elements، وبيحصل ترانسكريبشن بناء على الثلاثه فاكتورز دول: ال RNA polymerase 2، السيس اكتين ريجولاتوري elements اللي هنتكلم عنها في السلايد اللي جايه، وبعد كده السلايدز اللي بعدها هنتكلم على الترانس اكتين ترانسكريبشن فاكتورز اللي هنتكلم عنها في السلايدز اللي بعدها. الثلاث عوامل دول هم المتحكمين في عمليه الترانسكريبشن. احنا كل دون بننتروديوس الحلقه. تعالوا نبدا الحلقه. السلام عليكم. اول حاجه هنتكلم على سيس اكتين elements اللي احنا قلنا عليها ان هي عباره عن اسمها سيس اكتين دي ان اي elements which is دي ان اي sequences. هي من اسمها اهو سيس اكتين دي ان اي elements، هي عباره عن دي ان اي sequences. احنا عندنا تقريبا 4 types of سيس اكتين هنتكلم عنهم كلهم في الحلقه دي، وبعدها هنخش على الترانس اكتين نتكلم عنهم برضو في الحلقه دي. حلقه قويه جدا ومحتاجه تركيز. السيس اكتين ايلمنتس دي مهمين جدا عشان نبدا الترانسكريبشن بتاعنا.
محتاجين السيس اكتين، لانه لو جينا نتكلم على السيس اكتين لازم هنتكلم على البروموتور. وفي حاجه في الايوكاريوتيك اسمها الكور بروموتور. الكور بروموتور دون بيبقى موجود قبل الجين لحد الترانسكريبشن ستارت سايت، اللي هو اتكلمنا عنه قبل كده، اللي هو بوزيتيف 1 بوزيشن في الجين. لما نيجي نتكلم على اهميه الكور بروتين، ايه الفانكشن بتاعت الكور بروتين دي يا محمد؟ موجود قبل الجين. ليه موجود قبل الجين؟ عشان يحدد فين الار ان اي بوليمريز 2 يبايند جوه الدي ان اي. يعني لو جينا نقول ان ده الدي ان اي بتاعنا اهو، افترضنا ان هو حصل له يعني امباكت، وادي ده السيكونس، وادي الجين بيبدا من البوزيشن ده. فين الار ان اي بوليمريز المفروض يمسك في الدي ان اي؟ هل هو الار ان اي بوليمريز ما يعرفش يا جماعه؟ معلش بس نركز مع بعض. الار ان اي بوليمريز دون جواه في دي ان اي جوه الخليه ده كبير جدا. طول الدي ان اي لو فردناه طوله يوصل ل 2 متر، ولا مش فاكر كام متر، مش فاكر. حجمه كبير جدا. فتخيل هذه الغابه من الدي ان اي والسيكونسز الكبير جدا، و 46 كروموسوم، وشوف عدد الجينات قد ايه، و الى اخره. الار ان اي بوليمريز 2 ده مش عارف فين يمسك في كل السيكونسز ده. حجم كبير جدا، 3 بليون بيز بير في الهيومن، 3 بليون بيز بير. فين بقى الار ان اي بوليمريز يمسك في ال 3 4 بيز بير؟ تخيل من 3 بليون هو هيمسك قد ايه. فالكور بروموتور ده بيحدد للار ان اي بوليمريز 2 يمسك فين. هل يمسك هنا، ولا يمسك هنا، ولا يمسك هنا، ولا يمسك بعد الجين؟ هو ما يعرفش لا بدايه جين ولا اخر جين. هو اصلا لا بيشوف -1 ولا بيشوف +1 اللي احنا كاتبينها في الصور بتاعتنا. هو ما بيشوفش ده، هو بيشوف سيكونسز وكلها شبه بعضها. فمنين هو بقى يعرف ان هو المفروض يمسك قبل الجين في المنطقه دي مثلا؟ مين اللي بيحدد دون؟ الكور بروموتور. وبالتالي الكور بروموتور اهميته حاجتين: فين الار ان اي بوليمريز يمسك في الدي ان اي، وفين الترانسكريبشن يبدا. ما خد بالك، الترانسكريبشن لو ما بداش في المكان الصح البروتين مش هيطلع صح. الترانسكريبشن لازم يبدا عند +1، ما ينفعش يبدا عند +2 +3 +4، لا، لازم يبدا عند +1، لان اي تغيير هيبقى فيه فريم شيفت ميوتيشن. اي تغيير في الستارت بوزيشن هيبقى فيه فريم شيفت ميوتيشن، والفريم شيفت ميوتيشن هتغير البروتين توتالي تقريبا، هيغير تغيير كبير جدا في البروتين اللي هيطلع، وبالتالي الترانسكريبشن طالع بايظ. البروتين اللي الخليه محتاجاه مش هتلاقيه بايظ ومشوه وما بيشتغلش. وبالتالي اهميه الكور بروموتور يعني حاجه يعني essential، حاجه highly regulated where RNA polymerase 2 binds to DNA and where it begins transcription او transcribing the DNA into RNA. فمهم جدا الكور بروموتور. مش بس كده بقى، مش بس كده، احنا عندنا حاجه تانية اسمها البروكسيمال بروموتور. I think انك اول مره تسمع البروكسيمال بروموتور ده، ومصطلح برضو للكور بروموتور اول مره تسمعه. على طول بنقول بروموتور على طول، بس في حاجه اسمها كور بروموتور وفي حاجه اسمها بروكسيمال بروموتور. البروكسيمال بروموتور ده موجود اب ستريم الستارت سايت، يعني قبل الستارت سايت على طول. يعني لما نقول هنا مثلا الستارت سايت هنا ده +1 ستارت سايت، هو بيكون موجود قبله على طول دايركتلي كده. ممكن تلاقي بعدها في الكور بروموتور او وزن، تلاقي الكور بروموتور وعامل كده، وجوه كده البروكسيمال بروموتور. بس الاكيد ان البروكسيمال بروموتور ده موجود دايركتلي قبل الترانسكريبشن سايز. الهدف بتاعه ايه؟ ان هو يعمل بروموت للليفل اوف ترانسكريبشن. يعني ايه ليفل؟ يعني هنكسبريس قد ايه، كتير ولا قليل، هايلي ولا لو اكسبريشن. ودي حاجه مهمه جدا، لانه
لما نيجي نعمل differential expression ما بين الخلايا، الديفرنشال اكسبريشن ده بيتم بناء على هل الجين عالي في الاكسبريشن ولا قليل في الاكسبريشن. اللي بيحدد مش بس البروكسيمال بروموتر، في حاجات تانية غير البروكسيمال بروموتر، ولكن من ضمن الاليمنتس او من ضمن الفاكتورز اللي بتحدد الليفل اوف ترانسكريبشن هو البروكسيمال بروموتر. مش بس كده، سيس اكتين اليمنتس اللي موجوده تاني حاجه اسمها الانهانسرز والسايلانسرز. دي الفاكتورز رقم 3 و4 من الاربعه فاكتورز اللي احنا قلنا عليها. الانهانسر او السايلانسر الاثنين وظيفتهم ان هم ياثروا على الافيشنسي او الريت، وخد بالك من كلمه الريت دي اهم من اي حاجه. الافيشنسي او الريت اوف ترانسكريبشن انيشيشن باي RNA polymerase 2 from the core promoter elements. يبقى في تحديد لحاجتين، الكور بروموتر دون مسؤول عن الليفل، واخد بالك، والانهانسر والسالانسر مسؤولين عن الريت. الليفل والريت ريليشن شيب، في ريليشن شيب ما بينهم، الاثنين ريليتد تو اتش اذر، انه الريت اوف ترانسكريبشن والليفل اوف ترانسكريبشن هيحددوا قد ايه الجين دون هيحصل له ترانسكريبشن كتير ولا قليل. اذا في علاقه ما بين الكور بروموتر والانهانسر والسالانسر بارتباط الار ان اي بوليمريز 2 للدي ان اي وبعمليه الترانسكريبشن والريت والليفل بتاع الترانسكريبشن. هنتكلم على الانهانسر والسالانسر، وهي عباره عن ايه يا جماعه؟ يعني عباره، تعالوا كده نجيب صفحه بيضاء كده، صفحه بيضاء كده، نمسح كل ده واشرح لكم الموضوع، يعني نحاول نبسطه اكتر. عايزكم تتخيلوا الصوره، يعني تخيلوا معايا ان ده ادي ده الدي ان اي، تخيلوا، ولا دي ان اي ولا حاجه اهو. عايز تتخيل معايا كده، ده كده ده الستارت سايت بتاع الجين، وده الاند سايت بتاع الجين، وده المنطقه دي هي الجين. حلو. قبل الجين هتلاقي الكور بروموتور، وبجانبه او بداخله تلاقي البروكسيمال بروموتور اللي هو بيبقى قبل الستارت سايت على طول. ممكن قبل الجين برضو تلاقي، قبل الجين او بعد الجين او بعيد عن الجين، تلاقي ايه؟ سيكونس كده بتاع السايلانسر وسيكونس بتاع الانهانسر. ادي الفور اليمنتس اللي احنا كنا بنتكلم عليهم. هنا البروموتور، وممكن تلاقي هنا السايلانسر والانهانسر برضو. السايلانسر والانهانسر ما لهمش بوزيشن معين قبل الجين او بعد الجين، هم بيعرفوا يتحكموا في جين في ايا كان هم فين. قبل الجين موجودين، بعد الجين موجودين، بعيد عن الجين موجودين، مش بعيد يكونوا في كروموسوم تاني اصلا، مش جنب مش في نفس الكروموسوم اللي بيحصل له ترانسكريبشن. الانهانسر والسايلانسر هنتكلم عنهم بعد 2 سلايدز، يقدروا ان هم يعملوا ريجوليشن للجين اكسبريشن في اي مكان هم موجودين فيه. ده الشكل العام للفكره. هتلاقي كل دول هي عباره عن سيكونسز في الدي ان اي. اتس نوت انسايد، اتس نوت انسايد الجين نفسه. هم قبل الجين او بعد الجين، ولكنهم بيتحكموا في حاجات كتيره جدا ليها علاقه بالترانسكريبشن بتاع الجين. خلصنا سيس اكتين اليمنتس، مش خلصناها، اقصد خلصنا الفكره الاساسيه منها. وتعالى نخش في السلايد اللي بعدها. في حاجه اسمها جولدبرج هوجنس بوكس، ده من ضمن السيس اكتين اليمنتس، ده من ضمن السيس اكتين اليمنتس. الجولدبرج هوجنس بوكس دون موجود قبل الجين، بمعنى احنا بنسميه جولدبرج هو من ضمن الكور بروموتور، يعني هو جوه الكور بروموتور. الكور بروموتور ده اللي هو البروموتور كامل، جواه شويه حاجات كده بقى. من ضمن الحاجات دي الجولدبرج هوجنس. الجولدبرج هوجنس ساعات بنسميه تاتا بوكس. طب ليه بنسميه تاتا بوكس يا محمد؟ هنعرف دلوقتي، اصبر عليا. هو موجود ازاي؟ لو نيجي نعتبر برضو ان ده الدي ان ايه اهو، وادي الستارت سايت بتاع الجين وادي الاند سايت بتاع الجين. اتفقنا ان المنطقه اللي هي قبل الجين بنسميها اب ستريم، والمنطقه اللي هي بعد الجين بنسميها اللي هي داون ستريم. التاتا بوكس دون موجود في منطقه البروموتور. البروموتور اصلا موجود اب ستريم،
فتعالى نتخيل انه باللون اللبني كده، ادي ده المنطقه دي كده اهي، ده الكور بروموتور اللي هو قبل الجين. جوه الكور بروموتور دون موجود سيكونس قبل 30 ماينس 30 عند الجين، قبل ماينس 30 تلاقي التاتا بوكس ده، تلاقي ايه؟ تاتا بوكس. ليه اسمه تاتا بوكس؟ لان هو السيكونس بتاعه عباره عن تي اي تي اي اي تي اي اي، فهو مكون من عدد كبير جدا من التاتا، التي والاي. وزي ما قلنا لما هو موجود قبل الستارت بوينت ماينس 30، يعني لما هنمشي واحنا ماشيين كده كده لحد ما نوصل لبوزيتيف 1 اللي هو اول سايت في الستارت ترانسكريبشن بوزيشن. مش بس كده، التاتا بوكس دون يعني له اهميه كبيره جدا. ايه اهميته؟ بشكل بسيط جدا، اولا الريكوجنيشن اوف ترانسكريبشن سايت، لان هو موجود في بوزيشن معين، قبل الترانسكريبشن سايت. فالبروموتور الار ان اي بوليمريز وهو ماشي على الدي ان اي، تخيل كده الار ان اي بوليمريز كده وهو ماشي كده اهو، موجود هنا وموجود هنا، بعد كده يتحرك من هنا لهنا، بعد كده يتحرك من هنا لهنا، فيلاقي التاتا بوكس. التاتا بوكس معروف ان هو ايه؟ ماينس 30. فاول ما يتعرف التاتا بوكس يعرف ان مور ليس هو داخل على خلاص هو قبل الترانسكريبشن سايت بقد كده. تمام؟ فمش بس هو مهم ان هو اثناء عمليه ان هو يتعرف على الريكوجنيشن ترانسكريبشن سايت، لا هو كمان بيعرف الترانسكريبشن فاكتورز اللي هي عباره عن بروتينز بتيجي تمسك في الدي ان ايه. بيتعرف على الترانسكريبشن فاكتور، بيعرف ان هو يعرف ازاي تبدا عمليه الترانسكريبشن في الكوريكت بوزيشن اوف جين. احنا اتكلمنا من شويه على الموضوع ده، قلنا انه ما ينفعش الكوريكت بوزيشن لبدايه الترانسكريبشن يحصل له تغيير او يحصل فيه مشكله، لانه حصلت اي مشكله في الستارت سايت، الكوريكت بوزيشن في مشكله في البروتين اللي هيطلع، في مشكله في كل حاجه، في مشكله في الخليه كلها على بعضها. كمان بيتحكم في الريجوليشن اوف جين اكسبريشن. التاتا بوكس بيشتغل ان هو يعمل كنترولنج للريت اوف ترانسكريبشن والافشنسي بتاعه الترانسكريبشن. واي ميوتيشن، خد بالك بقى من الحته دي، اي ميوتيشن او التريشن بيحصل في التاتا بوكس ده بيأثر على الاكسبريشن بتاع الجين. يعني التاتا بوكس دون لو تحولت التي الى سي مثلا هيبقى فيه مشكله، تحولت الاي الى جي مثلا هيبقى فيه مشكله، وبالتالي وجوده بالهيئه دي وبالمنظر ده، وهو سيكونس سهل التعرف عليه، ده هو عباره عن تي اي تي اي تي اي تي اي تي اي تي اي، فيقدر الترانسكريبشن فاكتور ويقدر الانزيم ان هو يتعرف عليه بسهوله ويعرف ان هو داخل مورليس على الترانسكريبشن ستارت سايت. طيب هنكمل كلامنا على الانهانسر والسايلنسر اللي اتكلمنا عنهم في السلايد اللي فاتت، ونقول ان الانهانسر والسايلنسر عباره عن زي ما قلنا دي ان اي سيكونسز اليمنتس، وهي ليها دراماتيك افكت. يعني ايه دراماتيك افكت؟ ليها تاثير مهم جدا. have more dramatic effect on eukaryotic gene transcription. ليها تاثير مهم جدا. التاثير بتاعها في ايه يا محمد؟ هي عباره عن عوامل بتؤثر على زياده الترانسكريبشن او تقليل الترانسكريبشن. الانهانسر هي مسؤوله عن ان الترانسكريبشن يزيد، يبقى دي عمليه ريجوليشن. والسايلنسر مسؤوله عن ان الترانسكريبشن يقل، يبقى دي عمليه ريجوليشن. فزياده ونقصان الترانسكريبشن بناء على الانهانسر والسايلنسر عمليه هايلي ريجوليتد ومهمه جدا جدا جدا، وبتاثر على عمليه الترانسكريبشن في الخليه تماما. لو جينا نبص في الصوره دي، بص كده معايا، هنعمل زوم. الصوره دي جميله جدا. اولا انت عندك هنا الستارت اوف ترانسكريبشن اللي هو بماينس، اللي هو
بوزيتيف 1 بوزيشن في الدي ان اي. ده المكان اللي هتلاقي ايه الانيشيشن، حاجه اسمها الانيشيشن كومبلكس. الانيشيشن كومبلكس ده عباره عن الار ان اي بوليميريز 2 وجنرال ترانسكريبشن فاكتور. بيبقى فيه ترانسكريبشن فاكتور وبيبقى فيه الار ان اي بوليميريز 2 ماسكين هنا بدايه من البروموتور اللي هو في المنطقه اللي انا بشاور عليها دي لحد الترانسكريبشن ستارت سايت، ويبدا يعمل ترانسكريبشن للجين. الانهانسر والسايلنسر بيكونوا موجودين سو فار ميبي قريبين من الجين وميبي بعاد عن الجين. لو تلاحظ في الحاله دي هم بعاد شويه عن الجين، وفي لوب متكونه هنا خلت الانهانسر يمسك في الميدياتور كومبلكس الميدياتور كومبلكس اللي هو هيمسك بعد كده في الترانسكريبشن فاكتور ويبدا يتحكم في الريت. هل الترانسكريبشن هيمشي بسرعه ولا هيمشي ببطء؟ هيمشي بريت عالي ولا هيمشي بريت قليله؟ هنا بيقدر الانهانسر، عارف لما يبقى في حد بيلعب بالعرايس من فوق، هو الانهانسر والسايلنسر مور لسه عاملين زي كده. بص ماسكين في الميدياتور والانيشيشن كومبلكس ازاي، ماسكينه من فوق، بيتحكموا في الريت بتاعه، بيتحكموا في قوته، بيتحكموا في سرعته، بيتحكموا في حاجات كتيره جدا عشان في النهايه يكون متحكمين في الليفل اوف ترانسكريبشن للجين دون. الانهانسر والسايلنسر مهمين جدا ومن اهم الاليمنتس بتاعت الدي ان ايه الموجوده في الخليه. مش بس كده، الانهانسر والسايلنسر ممكن يكونوا زي ما انا ما شرحت من شويه، ممكن يكونوا ابستريم الجين، يعني قبل الجين قبل الجين ابستريم، وقبل البروموتور كمان. وممكن يكونوا داون ستريم، يعني بعد البروموتور وبعد الجين. مش بس كده، ممكن يكونوا وزن الجين او بعاد كيلو بيزز من الجين، بعاد جدا من الجين. يعني ممكن تلاقيها جوه الجين، ممكن تلاقيها قبل البروموتور، ممكن تلاقيها بعد الجين، ممكن تلاقيها بعيد خالص عن الجين، بعيد جدا عن الجين، بعيد ملهاش اصلا اي كيلو بيزز. تخيل بقى كيلو بيزز كتير جدا عن الجين، ومع ذلك عندها القدره بالرغم من انها على فكره جميله جدا السايلنسر دي، على الرغم انها بعيده جدا عن الجين عندها القدره انها تموديوليت الجين اكسبريشن، وعندها قدره انها تريجوليت الجين اكسبريشن بتاع الجينز، او زي ما احنا بنقول هنا ان هو they can modulate transcription from distance، من مسافه بعيده او من مسافه. وكل جين في الايوكاريوتيك عنده its promoter, enhancer and silencer elements which is لو حطينا كلهم في دايره واحده هنسميهم cis actin DNA elements. ازاي السايلنسر والانهانسر بيشتغلوا؟ اول حاجه هم هدفهم ان هم يعملوا increase او decrease الترانسكريبشن activity، والموضوع بكل بساطه ان هم they are regulated ال DNA sequences اللي هي موجوده بعيده عن البروموتور ريجن. هم موجودين بعيد عن البروموتور ريجن، هم مش جوه البروموتور ريجن، هم ممكن يكونوا قبل البروموتور ريجن، ممكن يكونوا بعد البروموتور ريجن. وهم كل حكايتهم ان هم بيحصل لهم بايندنج في الترانسكريبشن فاكتورز اللي هنتكلم عنها في السلايد اللي جايه. وبعد ما بيمسكوا في الترانسكريبشن فاكتور بيحصل انه بروتينز ثانيه بتيجي بيحصل لها ريكروتمنت لمنطقه البروموتور ريجن، وبالتالي بيحصل increasing او decreasing للترانسكريبشن اكتيفيتي. مش بس كده، ساعات بيشتغلوا as a cell type specific regulation. بمعنى ايه يا محمد cell type specific regulation؟ زي ما قلنا من اول الحلقه، في جينات تلاقي مثلا خليه القلب محتاجه الجين رقم 1 دون اكسبريشن بتاعه يكون مثلا 300 ترانسكريبت في الساعه. خليه تانية خليه الكبد مثلا محتاجه الجين رقم 1 دون 3 ترانسكريبت في الساعه، مش محتاجه اكتر من كده. خليه الدم مثلا محتاجه الجين رقم 1 دون 900 ترانسكريبت في الساعه. مين بقى اللي بيتحكم في انه السيل تايب، كل سيل تايب اللي يبقى ليها نفس الجين بس الاكسبريشن ريت مختلف؟ بيزيد
او بينقص بالشكل دون او يزيد هنا تاني، اللي بيتحكم في الحاجه دي الانهانسر والسايلنسر، وبالتالي هم يقدروا يشتغلوا از سيل تايب سبيسيفيك مانر، وبالتالي بيحصل كنترول للجين اكسبريشن عن طريق الانهانسر والسايلنسر بناء على احتياجات الخليه، وهم قادرين يستوعبوا دون من مسافه بعيده جدا عن الدي ان ايه بروموتور او عن الجين، وجودهم بعيد جدا بيقدر يخليهم يتحكموا برضو. طيب خلصنا السيس اكتين اليمنتس. هتقولي ليه محمد ما فصلتش الحلقه دي؟ هقول لك ممكن افصلها بعد ما اخلص لان حسيت ان انا طولت، ولكن انا عايزك تفهم كل الفاكتورز مره واحده اللي موجودين في عمليه الترانسكريبشن بتاعه الايوكاريوتيك، وقد ايه عايز اوصل لك انه الحلقه دي بالرغم انها طويله ولكن هدفها انها توصلك قد ايه عمليه الترانسكريبشن في الايوكاريوتيك اتس مور كومبلكس ذان بروكاريوتيك. فغالبا انا مش هفصل الحلقه دي حلقتين، انا هكمل لحد ما اخلص كل الفاكتورز المؤثره على عمليه الترانسكريبشن او المين فاكتورز المؤثره على عمليه الترانسكريبشن، عشان اوصل لك رساله وهي انه عمليه الترانسكريبشن في الايوكاريوتكس مور كومبلكس، عمليه مرهقه جدا وعمليه صعبه جدا وعمليه مور هايلي ريجوليتد جدا، وكلمه ان انا طلعت جين وجين اكسبريس دي مش حاجه بتحصل بسهوله، ودي حاجه معقده جدا. طيب الترانس اكتين اليمنتس اهمهم الترانسكريبشن فاكتور. ترانسكريبشن فاكتور اتس نوت سيس اكتين ريجولاتوري سيكونسز، لا دي عباره عن ترانس اكتين فاكتورز. ترانس اكتين فاكتورز يعني ايه يا محمد؟ يعني سيكونسز برضو، بس لا مش سيكونسز. الترانس اكتين من اسمها ترانس فوق، هي عباره عن بروتينات. البروتينات دي بتحصل لها بايندينج للار ان اي بوليميريز 2، الار ان اي بوليميريز 2، وبمجرد ما بتبدا في الار ان اي بتمسك في الار ان اي بوليميريز 2 يحصل انيشيشن لعمليه الترانسكريبشن. احنا كل ده يا جماعه بنتكلم على الانيشيشن لعمليه الترانسكريبشن، كل ده ما اتكلمناش على الترانسكريبشن بيحصل ازاي. لو تاخد بالك في الصوره اللي تحت دي هتلاقي ان البروموتور اهو، لو اعمل زوم كده اهو من غير زوم، ادي البروموتور اهو، منطقه البروموتور اب ستريم الجين، وادي plus 1 which is start site of transcription، وادي الار ان اي بوليميريز اللي هو حجمه كبير ده شويه، قلنا ان هو بيتكون من 12 سب يونتس كلهم ليهم فانكشن معينه، وادي الترانسكريبشن فاكتور او جنرال ترانسكريبشن فاكتور او جي تي اف جنرال ترانسكريبشن فاكتور، ماسكين في الار ان اي بوليميريز وماسكين في الدي ان اي سيكونسز عشان هم يدوا اشاره وفانكشن لبدايه الترانسكريبشن. البروتينز دي اللي احنا قلنا عليها ترانس اكتين او ترانسكريبشن فاكتور بنسميها يعني اوكي قلنا عليها ترانسكريبشن فاكتور، وفي تو كاتيجوريز، حاجه اسمها جي تي اف او جنرال ترانسكريبشن فاكتور، زي من اسمها هي جنرال which is مطلوبه for all RNA polymerase 2، يعني اي عمليه ترانسكريبشن الجنرال ترانسكريبشن فاكتور دول مطلوبين في العمليه دي، موجودين لكل الترانسكريبشن اللي هيتم باستخدام الار ان اي ترانسكريبشن، والوظيفه بتاعتهم بكل بساطه هم مؤثرين في عمليه الاكتيفيشن والريبريسور لعمليه الترانسكريبشن، بيأكتيفيت او يريبريس، يبدا العمليه او ما تبداش، يعمل الترانسكريبشن او ما يعملش، ينيشيت الترانسكريبشن او ما يحصلش. وبرده زي ما قلنا ان معظم العوامل دي الترانس اكتين والسيس اكتين كلهم بيتحكموا في الافشنسي والريت، لان هي عمليه معقده وتلزم وجودهم كلهم. لو في كل اللي قلناه في اللي فات ده كله ولكن مش موجود ترانسكريبشن فاكتور، فالافشنسي بتاعه الترانسكريبشن فاكتور بتاعه الترانسكريبشن مش هتتم بشكل كويس او مش هتتم اصلا، والريت برضو كلها متحكمه في الريت، ولكن اكثر العوامل المتحكمه في الريت هي الانهانسر والسايلنسر، ومعاهم برضو الترانسكريبشن فاكتور. طيب الترانسكريبشن فاكتور زي ما قلنا انه الجنرال ترانسكريبشن فاكتور مهمين جدا لعمليه الترانسكريبشن because الار ان اي بوليميريز cannot bind directly to eukaryotic core promoter. يعني ايه يا محمد؟
يعني ايه الار ان اي بوليمريز ما يقدرش يمسك؟ يعني عندك الدي ان اي اهو، حلو، وبره كده موجود الار ان اي بوليمريز 2، وادي البروموتور، يعني منطقه البروموتور اهي. تعالى امسك، يقول لك لا ما اقدرش، هاتولي ترانسكريبشن فاكتورز الاول، حلو، هاتولي الترانسكريبشن فاكتور الاول، وبعد كده لما الترانسكريبشن فاكتور تيجي اولا بعد كده هبقى امسك. اذا الترانسكريبشن فاكتور تيجي اولا وبعد كده يجي بعدها العامل الاساسي في عمليه الترانسكريبشن وهو الار ان اي بوليمريز 2. شوف اهميه الترانسكريبشن فاكتور. الترانسكريبشن فاكتور بتيجي تمسك الاول، وبعد ما يجي عليها الار ان اي بوليمريز 2 without transcription factor RNA polymerase 2 will not bind to DNA sequences. انسى، مش هيحصل، مفيش. من ضمن الترانسكريبشن فاكتورز اللي موجوده حاجه اسمها TF2A. TF جايه من كلمه ترانسكريبشن فاكتور، و2 اللي هو نمبر 2، وA اللي هو ترانسكريبشن فاكتور 2A. الترانسكريبشن فاكتور 2A دون مطلوب لكل الترانسكريبشن ايفنتس اللي هتحصل جوه الخليه باستخدام الار ان اي بوليمريز 2. ده واحد من ضمن الاهم ترانسكريبشن فاكتورز اللي موجوده في الخليه. في زيه برضو نفس الكلام ترانسكريبشن فاكتور 2 بي، نفس الكلام موجود ومهم جدا لكل الترانسكريبشن ايفنتس اللي موجوده في الخليه. عموما الترانسكريبشن فاكتورز مهمه جدا ان الار ان اي بوليمريز يمسك، وبالتالي هي موجوده في كل الايفنتس بتاعت الار ان اي بوليمريز، ولكن واحد من ضمنهم اللي هو ترانسكريبشن فاكتور 2A ده موجود ومطلوب في كل الايفنتس. وخلي بالك مش لازم ترانسكريبشن فاكتور واحد بس هو اللي يمسك في الدي ان اي او يمسك عشان الار ان اي بوليمريز، لا، ممكن اكتر من ترانسكريبشن فاكتور يبقوا موجودين في عمليه الترانسكريبشن يساعدوا بشكل او باخر الار ان اي بوليمريز على عمليه الترانسكريبشن. واحد تاني ترانسكريبشن فاكتور 2D ده بيمسك دايركتلي للتاتا بوكس سيكونسز. شوف التاتا بوكس اهميته ايه تاني، ها؟ التاتا بوكس ده بيبقى نقطه تعرف للترانسكريبشن فاكتور ده، الترانسكريبشن فاكتور 2D دون. وونس الترانسكريبشن فاكتور 2D دون يمسك في الدي ان ايه، other general transcription factor بيمسكوا في الدي ان ايه. يعني زي ما قلت من شويه مش لازم ترانسكريبشن فاكتور واحد بس هو اللي يمسك في الدي ان ايه فيبدا الار ان اي بوليمريز يمسك، لا، ده ممكن زي ما احنا بنقول ان الترانسكريبشن فاكتور 2 دي دون ادي الدي ان ايه اهو، يجي هو في التاتا بوكس، منطقه التاتا بوكس اللي هي بتبقى موجوده في الكور بروموتور، الكور بروموتور اهو والتاتا بوكس جواها، يجي يمسك ويقوم يريكريوت او ينده على ترانسكريبشن فاكتور تانية تيجي تمسك. ادي 2، ادي 3، ادي 4، ادي 5، وبعد كل دون يجي بقى الار ان اي بوليمريز 2 يمسك في السايت دون، وبعدها يبدا عمليه الترانسكريبشن ويتكون مصطلح مهم جدا يا شباب اسمه ايه المصطلح دون؟ البري انيشيشن كومبلكس. البري انيشيشن كومبلكس اللي انا لسه شارحه من شويه دون. ترانسكريبشن فاكتور تمسك، تنده ترانسكريبشن فاكتور ثانيه، تنده الار ان اي بوليمريز، كل دول ماسكين في بعض. ده اسمه البري انيشيشن كومبلكس. ماسكين في بعض فين؟ في منطقه التاتا بوكس. التاتا بوكس دي موجوده فين؟ موجوده اب ستريم الجين. اب ستريم الجين اللي موجود حاجه اسمها الكور بروموتور. الكور بروموتور ده جواه التاتا بوكس. كل دون مع بعضه كده بنسميه البري انيشيشن كومبلكس. وصلت؟ يا رب تكون وصلت. اخر سلايد في الحلقه، ويا رب الحلقه دي تكون انت قدرت تكملها وطالع منها مستفيد. الترانسكريبشن او ترانسكريبشنال اكتيفيتور اند ريبريسور دي برضو ترانس اكتين اليمنتس. دي ايه؟ ترانس اكتين اليمنتس يعني عباره عن ايه يا محمد؟ يعني عباره عن بروتينات، حاجات فوق الدي ان ايه، حاجات بتمسك في السيس اكتين اليمنتس. زي ما قلنا ان الترانسكريبشن فاكتور بتمسك في البروموتور،
بتمسك في التاتا بوكس، بتمسك في مناطق تانية في البروموتور برضو. الترانسكريبشنال اكتيفيتور اند ريبريسور هي عباره عن بروتين بتمسك في السيس اكتين اليمنتس. ازاي؟ اولا الاكتيفيتور اند ريبريسور دول بيمسكوا في منطقه الانهانسر والسايلنسر اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنها من شويه. الانهانسر والسايلنسر هي عباره عن دي ان اي سيكونسز موجوده قبل الدي ان اي جين او بعد الجين او موجوده سو فار من الجين، وهي عباره عن دي ان اي سيكونسز. مين بقى بيجي يمسك في السيكونسز دي؟ الترانسكريبشنال اكتيفيتورز اند ريبريسورز، هي عباره عن بروتينات تيجي تمسك في الدي ان اي عشان تاكتيفيت او تريبريس حاجه، عشان تزود الترانسكريبشن او عشان تقلل الترانسكريبشن. وهم بيقدروا ان هم يزودوا او يقللوا الاسمبلي او يتحكموا في الاسمبلي. اسمبلي يعني ايه؟ يعني تكوين of a pre-initiation complex اللي احنا لسه بنتكلم عليه من شويه. يعني الحاجتين دول الاكتيفيتورز اند ريبريسور بيتحكموا في الاسمبلي في تكوين الانيشيشن كومبلكس. احنا قلنا الانيشيشن كومبلكس بيتكون ازاي؟ ادي الدي ان اي وادي الكور بروموتور، جوه الكور بروموتور في حاجه اسمها تاتا بوكس، يجي الترانسكريبشن فاكتور ده يمسك هنا وينده ترانسكريبشن فاكتور تاني وينده ترانسكريبشن فاكتور تالت وينده رابع ويجي يمسك الار ان اي بوليمريز من هنا. ده كده اسمبلي، يعني اللي انا لسه راسمه دلوقتي حالا، ده يمسك في ده ويمسك ده وينده على ده ويجيب دون، ده اسمه اسمبلي. مين اللي بيتحكم في الاسمبلي؟ الانهانسر والسايلنسر. طب الانهانسر والسايلنسر دول بيتحكموا فيهم ازاي؟ عن طريق الاكتيفيتور اند ريبريسور. شايفين يا جماعه قد ايه عمليه معقده؟ شايفين قد ايه عمليه معقده؟ عمليه معقده جدا عمليه الترانسكريبشن في الايوكاريوتكس. كل دون احنا شارحينه، وزي ما قلنا بيتحكموا في البري انيشيشن كومبلكس وفي الاسمبلي بتاعهم اللي انا كنت لسه بقوله من شويه. و وفي النهايه التحكم ده بينتهي بانه الار ان اي بوليمريز بيبدا ان هو يخش على الترانسكريبشن ويقدر ان هو يطلع او ما يطلعش الار ان اي ترانسكريبت. الاكتيفيتور والريبريسور دول تقريبا يشبهوا السيجما فاكتور اللي كانت موجوده في البكتيريا. فاكتيريا السيجما فاكتور لما قلنا ان هي بتتحكم في بدايه الترانسكريبشن وبتتحكم في ان الار ان بريمز يجي يمسك في الدي ان اي ويبدا عمليه ترانسكريبشن، هم دول شبه السيجما فاكتور اللي موجوده في البكتيريا ومهمين جدا 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 في الايوكاريوتيك ريجوليشن. لو جينا نبص كده انه مثلا اللي باللون الاحمر ده جين وده ده الريبريسور، احنا اتفقنا فيه انهانسر وريبريسور او اسف بيندنج سايت للريبريسور غالبا هيكون موجود في السايلنسر. اوكي، فالريبريسور ده اللي هو بروتين، تمام، وهو ماسك في السيكونس دون. شايفين السيكونس اللي جوه ده؟ هو ماسك في السيكونس بتاع دي ان اي دون اللي هو غالبا هيبقى سايلنسر. وبناء على الماسكه دي يقدر ان هو او ماسكه في المكان دون يقدر ان هو الريبريسور دون يعمل بلوك. شايف الكلمه دي؟ بلوك للجنرال ترانسكريبشن فاكتور، اللي هو لما قلنا الجنرال ترانسكريبشن فاكتور لو ما مسكش في الدي ان اي مش هيقدر الار ان اي بوليمريز يمسك في الدي ان اي. واضحه الحته دي؟ احنا قلنا ان الجنرال ترانسكريبشن فاكتور مهمه جدا اهو. الترانسكريبشن فاكتور essential because RNA polymerase cannot bind directly to eukaryotic، وبالتالي بيبدا الترانسكريبشن فاكتور يمسك في الدي ان اي الاول اللي هو البروموتور اريا، وبعد كده يجي الار ان اي بوليمريز 2 يمسك بعد كده في الدي ان اي. فلو حصل انه الريبريسور دون عمل بلوك للترانسكريبشن فاكتور ان هو يمسك في الدي ان اي، يبقى الار ان اي بوليمريز بالتالي مش هيقدر يمسك في الدي ان اي، وبالتالي حصل عمليه ريبريسور لعمليه الترانسكريبشن، وهيبقى مفيش ترانسكريبشن اصلا زي ما احنا شايفين كده. مفيش ترانسكريبشن اصلا هيحصل للدي ان اي انتو ار ان اي، وعمليه الترانسكريبشن فاكتور عمليه الترانسكريبشن تتوقف و تقل.
انا تعبت بصراحه. الحلقه اللي جايه مش قادر اتكلم اكتر من كده، نتكلم على ما بعد الترانسكريبشن. انا كل اللي بنتكلم فيه ده الانيشيشن بتاع الترانسكريبشن، فاكتورز كتيره جدا وعمل كتيره جدا وموضوع كبير جدا ومعقد جدا. اتمنى ان احنا نشوف الحلقه وما تزهقوش مني، لان انا عارف انا طولت جدا في الحلقه دي، ولكن هي كلها ريليتد ببعضها، فانا مش عايز افصلها ويبقى الموضوع يعني مفصول عن بعض. عشان اللي يشوف فيديو مره واحده يشوف القصه كامله والستوري كامله بتاعه الانيشيشن اوف ترانسكريبشن في الايكاريتيك. شكرا، اشوفكم الحلقه الجايه وسلام عليكم.